النقطة الثالثة اللي هنتكلم عنها هي مشهد انتقال دكتور عاطف من القاهرة لحد الوحدة الصحية في طرشوخ الليف. هنا المخرج أراد إن هو يوصل للمتفرج الموضوع بسرعة. أنا مش هبين كل الأحداث اللي بتحصل خلال رحلته، لا أنا هبين لقطات سريعة جدا توصل لك المعنى وكم المعاناة اللي هو مر بيها خلال الرحلة. شفناه في شوط وهو في القطر، بعد كده نزل يسأل ازاي اروح المكان اللي هو عايز يروحه، بعد كده شفناه في مواصلة تانية، بعد كده شفناه ركب توك توك لحد لما وصل المكان اللي هو عايزه. وهنا جابه من مشهد من زاوية تصوير اللي هو أخيرا أنا وصلت. لقطات سريعة مع زوايا تصوير معينة بين لك ان هو مر بمعاناة كبيرة وان المكان ده كان طويل جدا على ما وصل. والنقطة دي ركزوا فيها عشان هتتعاد مرتين كمان. مرة لما يرجع من طرشوخ الليف للقاهرة هتعدي بشكل أسرع شوية، وبرضه لما يرجع من القاهرة لطرشوخ الليف تاني هو خلاص عرف الطريق، مش هيعاني كم المعاناة اللي عاناها أول مرة. يبقى هنا بشكل سريع أنا عايز أبين كم معاناة للبطل من خلال رحلة طويلة. هجيب مشاهد كتير وهجيب أسئلة للبطل وهو بيسأل ناس ما يعرفهاش عشان يوصل للمكان بتاعه.